شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز مع النجم الشعبي عبد الباسط حمودة في إعلان جديد لشركة فودافون. وظهرت ياسمين عبد العزيز بأكتر من شخصية، ولبست في الإعلان فستان زفاف وجلباب بلدي للرأس، وأيضاً ملابس رجل. وظهر في آخر الإعلان النجم كريم فهمي اللي شاركها في نجاح مسلسل اللي ملوش كبير. تصدرت ياسمين ترند مواقع التواصل في الأيام الماضية بعد لقائها في برنامج صاحبة السعادة من تقديم الفنانة إسعاد يونس. وبعد انتشار الإعلان، هنأ الفنان أحمد العوضي طليقته ياسمين عبد العزيز على إعلانها الجديد على صفحتها الشخصية على موقع الفيسبوك. وكتب العوضي في التعليقات وقال: مبروك يا سمسم. لترد ياسمين عبد العزيز: الله يبارك فيك يا عوضيكو. تبادل كل منهم وضع القلوب الحمراء تعبيراً عن الامتنان. تقود الفنانة ياسمين عبد العزيز الحملة الإعلانية الجديدة لإحدى شركات المحمول، وتقدم أغنية بالتعاون مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة. ونشرت على حسابها الشخصي على إنستجرام برومو أغنيتها الجديدة، وكتبت عليها: أنا من دلوقتي مش هعمل غير اللي أنا عايزاه قريباً. وظهر في البرومو اللي نشرته الفنانة ياسمين صوت المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة. سبق وشاركت الفنانة ياسمين في حملة إعلانية بعنوان امسك فليكس لشركة فودافون أيضاً، وطرحت أغنية الحملة في فبراير عام 2023، وحققت الأغنية نجاح كبير على السوشيال ميديا. كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز شاركت في موسم رمضان 2023 بمسلسل ضرب نار مع الفنان أحمد العوضي، وضم العمل مجموعة كبيرة من الفنانين، ومنهم ماجد المصري وأحمد بدير وانتصار وسهير المرشدي وبدرية طلبة وأحمد عبد الله محمود.